السلام عليكم. لو كنت متجوز فالفيديو ده يهمك جدا، حتى لو كنت منفصل الفيديو ده برضه يهمك جدا. لو كنت مقبل على الجواز لسه ما اتجوزتش وهتتجوز فالفيديو ده يهمك جدا وكملوا معانا للنهايه. مقطع انتشر على الفيسبوك النهارده لولد صغير مع والده في رؤيه، الفيديو اثار ضجه كبيره جدا بسبب طريقه تعامل الطفل او الولد الصغير مع والده. الولد بيقول لوالده اديني فلوس علشان احبك، اديني 50 جنيه او اديني فلوس عشان العب معاك، اديني 50 جنيه، اديني فلوس علشان اقعد معاك. هو في حب ببلاش؟ الاب بيحاول يتكلم مع الولد ويفهمه ان انت ابني وانا ابوك، لكن للاسف الطفل واضح انه متغذي، وان ام الولد دوت ما شاء الله عليها ربنا يبارك لها يعني شحنه الولد من ناحيه ابوه، مكرهه الولد في ابوه بشكل غريب. والمشكله ان الست ديت متخيله انها كده بتحارب الاب، ما تعرفش انها كده بتحارب ابنها هو نفسه، وانها هتطلع الطفل عنده مشاكل وعقد نفسيه بسبب اللي هي بتعمله. للاسف المجتمعات الشرقيه وخاصه عندنا هنا في مصر بعد الانفصال بتحصل عداوه غريبه بين الراجل وبين الست او بين الزوج وبين الزوجه، وكل واحد فيهم بيحاول يكسب الاطفال في صفه عن طريق انه بيكره الطرف الثاني. يعني الاولاد لو مع الاب يبدا الاب يشحن الاولاد من ناحيه امهم ويطلع امهم شيطانه ويكرههم في امهم، والناحيه الثانيه نفس الكلام بالذات. وللاسف بيكون دي الغالبيه العظمى، معظم الستات اللي بتطلق بتعمل كده بالظبط. كرهها للراجل اللي انفصلت عنه بيخليها تبدا تشحن في اولادها وتبدا تكرههم في ابوه، متخيل انها كده بتكسب بونت ناحيتهم، ما تعرفش انها كده بتطلع اطفال معقدين نفسيا. للاسف المشاكل دي موجوده كتير في الغرب او في اوروبا بره. الزوج والزوجه لما بينفصلوا عن بعض بتبقى الحياه عاديه جدا وبيبقى فيه ما بينهم ود، وفي حتى بيقابلوا بعض ويسلموا على بعض عادي جدا علشان خاطر الاطفال. وده للاسف ده الصح، هم بيعملوا الصح. لكن احنا على العكس تماما، بيبدا الراجل امك كذا كذا وعملت وخلت ورمتكم، والست بقى مش هوصيكوا على الستات، وخاصه لما تكون الست من دولت لها اصحاب مطلقات بيطلعوا عقدهم فيها. ولو واحده فيهم كانت متجوزه راجل مش كويس او بخيل او تبدا تشحن في صاحبتنا ديت وتطخنها في دماغها وتبدا تخليها تتعامل بنفس الاسلوب بالظبط. يا حبيبتي ده كل الرجاله كده، اوعي تخليه يشوف الولد ما بيصرفش ما بيعملش، هو بيدفع كام، المحكمه حكمت له بكام، ب 500 ب 600 ب 1000 جنيه، يعمل ايه في الايام دي؟ وتبدا تشحن، والهبله بتصدقها بالظبط، وبتبدا هي بدورها هي كمان تبدا تدمر نفسيه ابنها عن طريق الكلام دوت. المقطع اللي انتشر النهارده ومعظم الناس شافته، بنشوف الطفل الصغير ده. للاسف انا حزين ان المقطع ده اساسا ظهر للعلن، لكن الحسنه الوحيده اللي في الموضوع دوت انه بيخلينا نتكلم عن الموضوع ده، لان دي مشكله كبيره يا جماعه وموجوده. انا شخصيا الحاجات دي واجهتني كتير جدا. الزوجه انفصلت عن الزوج تبدا تمنع الاطفال عن ابوهم، بالتالي هو كمان يقول لك خلاص انا مش قادر اشوف عيالي، مش هصرف عليهم. هي تجري وتقول ده ما بيصرفش على عياله. طب ما انت مانعاه يشوف اولاده. الشحنه اللي انت بتبداي تشحني الاولاد بيها من ناحيه ابوك وابوك وابوك وابوك، تبداي تكرهي العيال في ابوهم. انت كده بتدمري اولادك، انت كده مش بتبنيهم او بتامني لهم مستقبل. الفلوس اللي انت تتكلمي عنها، انت لو ست اصيله، حتى لو الزوج وحش، حتى لو الاب وحش يا شيخه، علشان خاطر اولادك تطلعيهم اسوياء وطبيعيين. لا يا حبيبي، يمكن ظروف باباك ضيقه مش قد كده، ان شاء الله لما يبقى معاه هيجيب لك. دي الست العاقله هي اللي تعمل كده، انما شغل الشحن عمال على بطال وتطلعي نفسك ملاك بريء لا. الاب او الزوج بتاع قصتنا النهارده، الاب اللي صور ابنه ونزل الفيديو، انت كمان غلطان انك، لان للاسف الفيديو اللي انت صورته ده هيفضل موجود فترات وسنين. انت كمان بالاسلوب دوت بتاذي ابنك. انتوا الاثنين بتحاربوا بعض، والضحيه هو الطفل الصغير اللي ما بينكم. ربنا سبحانه وتعالى قال ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. اي نعم الطلاق شيء حلال، لكن شيء ربنا سبحانه وتعالى بيبغضه، لكن شيء حلال ما حصلش وفاق بين الاثنين. اوكي كل واحد يروح لحاله، لكن ما يكونش ضحيه الطفل. الزوج هنا بيحارب الزوجه، لا انت بتحارب ابنك. الزوجه هنا هي كمان بتحارب ابنها، حضرتك بتحاربي ابنك. انا طبعا قريت تعليقات كتير عن الموضوع دوت. في ناس طبعا بتحمل الام المسؤوليه وبيقولوا ان الطفل مش هيقول كده، طفل صغير زي ده مش هيقول الكلام ده غير لما يكون متحفظ من الام. في ناس بتحمل الاب المسؤوليه وبيقولوا اكيد ما بيصرفش على ابنه وغلطان انه صور ابنه ونشر الفيديو. انا هنا استغليت بصراحه الموقف ده علشان اوجه رساله لكل راجل وكل ست وكل شاب وكل بنت مقبلين على الزواج. لا اله الا الله، لو ما حصلش ما بينكم وفاء وربنا انكم باطفال، حاولوا تخلوا في حاجه كويسه بينكم، مش عشانكم حتى انتوا، عشان خاطر
الاولاد. الست اللي بتنفصل عن زوجها وتبدا تقطع فيه وتقول ده كان وكان وكان وكان، وبتنسف كل لحظه حلوه عاشتها معاه، يا شيخه خليكي افتكري له اي حاجه كويسه، افتكري له اي حاجه كويسه عشان خاطر الاطفال اللي ما بينكم. الراجل اللي بيبدا يكره اولاده في امهم ويبدا يقول لهم امكم امكم امكم، انت هنا بتاذي اولادك، انت كده مش بتربيهم كويس ولا بتفيدهم. طلع اجيال محطمه وشباب وبنات ضايعين ما لهمش مستقبل، وللاسف ده هينعكس عليهم مستقبلا لما يتجوزوا ويخلفوا، وهنفضل في الدايره دي على طول. اعتذر لو كنت طولت عليكم، وعلى وعد ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.